الفطار النهارده عند مطعم الشيف حطاب الجديد، فتح في ظهر طرح البحر كده جنب الفابياتو من ورا. المطعم مش تبع الحطاب اللي انا صورته قبل كده، اللي في الحميدي جنب المعصره، ده تقريبا الحاج محمد الحطاب، ده اخوه زكريا الحطاب، محلهم في الحميدي كمان بعد محمد الحطاب في الشارع الجانبي كده على طول. واعتقد زكريا الحطاب دول اللي كانوا فاتحين في قريه الفردوس زمان، ده فاتحين فول وطعميه وكشري ومحل عصير، فانا ليا ذكريات كتير هناك. المهم طلبت طبق فول بزيت زيتون، الفول حلو وخفيف قوي، الطعميه برضو كانت ممتازه، طلبت جبنه وطماطم برضو كانت حلوه، بيض بالبسطرمه كان كويس شغال بس في احسن من كده. ده بتنجان مقلي، هو جاب لي عادي على بتنجان محشي، الاتنين كانوا حلوين جدا وخصوصا البتنجان المحشي كان تحفه. بس بعد كده وانا بطلب قالوا لي ما بيعملوهوش باستمرار، هو كان بظروفها كده يعني. ده طبق بطاطس نص مقليه جاهزه، ما كانتش احلى حاجه، مفيش زي بطاطس الحطاب التاني بصراحه. اعتقد بعد كده بقوا بيعملوا بطاطس فريش بس بيقلوها على مرتين، يعني بيشمعها الاول بعد كده يحمرها تاني، اللي بتتعمل مره واحده كده من الاول احسن بكتير. نزل مع الاكل طبق سلطه والعيش طبعا. بس بشكل عام تجربه حلوه واكلهم جميل، وهم من المطاعم القديمه اللي عندهم خبره كويسه. الفرع الجديد كمان موقعه حلو جدا. وده كان حساب الفطار. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجة من نفس المطعم تلاقي طعم وجودة مختلفين عن المرة اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان، اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.